من قلب لاماسيا، من رحم المعاناة والريمونتادا، يخرج لنا بطل مصري جديد ليخرس الألسنة ويخطف الأنظار في قلب إسبانيا. عندما ظن الجميع أن برشلونة انتهى بعد هزيمة الذهاب، ظهر الإعصار حمزة عبد الكريم. ليس مجرد لاعب، بل هو زلزال ضرب كتالونيا اليوم وأعاد الأمل للبلوغرانا. بعد السقوط في الذهاب بهدفين، كان المستحيل هو العنوان، لكن في الإياب كان للموهبة المصرية رأي آخر. برشلونة يكتسح تينيريفي بثلاثية نظيفة، والهدف الثاني لم يكن مجرد هدف، بل كان لوحة فنية برأسية ذهبية من حمزة عبد الكريم في الدقيقة 62، ارتقاء من عالم آخر وضربة رأسية سكنت الشباك وأعلنت عن صعود تاريخي لنصف نهائي كأس الأبطال. حمزة لم يكتفي بالتسجيل اليوم، بل هو استمرار لمسلسل من العروض المرعبة. هل تتذكرون مقصيته العالمية في مباراة الذهاب؟ تلك الكرة التي حبست الأنفاس وتصدى لها الحارس بأعجوبة؟ اليوم حمزة يثبت للجميع أنه المهاجم رقم 1 في فريق الشباب، وأنه يطرق أبواب الفريق الأول بقوة الفرعون وطموح لا ينتهي. لكن الإثارة لم تتوقف عند حدود الملعب. التقارير الإسبانية وموقع فايتشز فجروا المفاجأة. البريمير ليج ينادي حمزة. نادي كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء يضع عينه على القناص المصري، وليس أي أحد، بل هو الأسطورة فرانك لامبارد الذي طلب حمزة بالاسم. لامبارد يرى في حمزة مشروع مهاجم عالمي يجمع بين القوة البدنية الكاسحة والحس التهديفي الفطري. فهل نرى حمزة في الدوري الإنجليزي الموسم القادم تحت قيادة لامبارد؟ الصحف الإسبانية تتغنى بحمزة عبد الكريم. صحيفة ماركا: حمزة عبد الكريم الفرعون الذي غزا سماء برشلونة. صحيفة موندو ديبورتيفو: ريمونتادا ملحمية، حمزة يقود البارسا إلى نصف النهائي. صحيفة سبورت: جوهرة لاماسيا التي سحرت لامبارد، عرض حمزة الخاص. صحيفة AS: حمزة عبد الكريم زلزال تهديفي في ملعب يوهان كرويف. حمزة عبد الكريم اسم سيتذكره الإسبان جيداً وسيفخر به المصريون كثيراً. هل هي بداية رحلة ال1000 ميل نحو العالمية؟ وهل نراه بقميص برشلونة في الكامب نو قريباً؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الموهبة لا حدود لها عندما تكون الإرادة مصرية. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.